السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياسو. موضوعنا مختلف تماما عن بقية العلوم الأخرى أو الموضوعات الأخرى، هو رفلكسولوجي أو ما يعرف به علم المنعكسات أو الطب الانعكاسي. معانا كده صور هتستغربوها شوية، بس هنعرفها دلوقتي مع بعض ونشوف الصلة المتواصلة بينها وبين بعض. نشوف كده مع بعض. أول صورة عندي دي صورة من الخلايا الحية اللي بعد الجلسة اللي بتتعمل، سواء كانت الجلسة دي نفسية أو الجلسة دي رفلكسولوجي اللي هو تدليك في نقاط معينة، سواء كان في الإيدين أو في القدم أو في الأذن، هنلاقي إن في نقاط انعكاسية متصلة بكل حاجة موجودة في الجسم. لما نيجي نشوف كده تحليل لخلايا الدم، سبحان الله هتلاقي ان الصورة الموجودة على يمنا دي صورة الدم، وفي تكتلات بلازمية زي ما انتم شايفينها كده. اما بعد الجلسة بعد 25 دقيقة بالظبط من الجلسة بتلاقي ان الدم دون ايه؟ مليان طاقة حيوية، الدورة الدموية كلها اتنشطت. الكلمة الحلوة يا جماعة بتنشط الدورة الدموية. الطاقة الإيجابية اللي بتاخدها من الآخر دي بتنشط الدورة الدموية. إن تديله أمل في الحياة ده بينشط الدورة الدموية. بعض الناس لما بتروح لأي طبيب بيشتكي من مرض معين، يروح يقوله أنت إزاي واقف على رجلك؟ ده السكر عندك بقاله قد كده. أنا ليا بنت خالي ما كانتش عندها حاجة ولا عندها أي مشكلة، لكن فجأة واحدة تعبت يعني، فراحت للطبيب فقال لها ده انت عندك سرطان في الدم. سرطان في الدم؟ طبعا تعبت جدا. خلي بالكم هي تعبت اكتر نفسيا، لكن بعد كده قالت ايه؟ هو اللي اداني المرض ده مين؟ مش ربنا؟ واكيد ليه حكمه، واكيد هو اللي هيشفيني. وادت نفسها طاقات ايجابيه جميله جدا. تعال شوفها دلوقتي صحتها احسن مني ومنك. ما حطتش الموضوع في دماغها بطريقه سلبيه، بالعكس، وبسم الله ما شاء الله شغالة وناجحة في شغلها. هو دون ايا كان المرض اللي عندك، لان ضعف جهاز المناعة الدنيا بتتهد. الدكتور يقولك ازاي انت واقف على رجلك؟ يا اخي ربنا عالم انه عنده ولاد وعنده فمديله الصحة ومديله الطاقة انه يقدر يشتغل. واحد تاني سبحان الله بري يعني يبقى راقد في السرير لمدة شهر ولا حاجة، لمجرد مش قادر يعمل اي حاجة. واحد تاني عنده امراض الدنيا كلها، لكن بصراحة ما شاء الله اكتف، بتلاقيه بيشتغل وبيتحرك. الطاقة الايجابية دي يا جماعة مهمة جدا جدا، ويا ريت الاطباء يراعوا الكلمة اللي هتطلع. الكلمة دي اما دواء واما سم والعياذ بالله، فلازم ناخد بالنا جدا. عيد سعيد. عيد سعيد.